السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيان. تحيه طيبه للجميع ومرحبا بكم مع اخوكم وصديقكم علي على قناتكم قناه فرنسا بالدارجه. فيديو جديد خفيف ظريف غادي نهضروا فيه على اهم التغييرات اللي كاينه في فرنسا في شهر 11 شهر نوفمبر. وغادي نهضروا الاخوان حتى على القصه اللي وقعت في باريس واللي كان فيه يعني اطلاق الرصاص على واحد المراه في المترو ديال باريس، اللي هي مراه كانت لابسه العبايه ومتحجبه. هادشي علاش جميع الصحف كيهضروا على هذا الموضوع هذا. فنبداو على بركه الله الاخوان وما نطولش عليكم. كلشي كيعرف بان في فرنسا في اغلبيه الشهور كيكون واحد المجموعه ديال التغييرات. في شهر نوفمبر كاين واحد التغييرات حتى هما الاخوان، اهمها اللي غنهضروا فيها هي بدايه الفتره الشتويه. اللي ما عارفش شنو هي الاخوان الفتره الشتويه، هي واحد الفتره اللي ما يمكنش ان مول الدار اللي انت كاري عنده انه يخرجك للزنقه. هاد الفتره هذه الاخوان كتبدا من 1 شهر 11 1 نوفمبر حتى ل 31 في شهر مارس، يعني 31 في شهر 3. في هذه الفتره كما قلت لكم الاخوان، واخا يكون عندك حكم بالافراغ فالمول الدار ما يقدرش يخرجك حتى كتسالي هذه الفتره الشتويه. عاد ديك الساعه ممكن انه يخرجك من الدار. وكنقولوا هاد الامور هذه الاخوان باش ماشي تمشيو وتاكلوا الرزق ديال بنادم. نعس اخونا ونعس وليداتك، الا كان عندك وليدات في الحلال صديقي راه تاكل العرق ديال بنادم ما غاداش تخرجك الامور بخير وعلى خير. الا في بعض الحالات الاخوان كيكون ممكن انه تخرج من الدار، هو الا كان مثلا انت كاري مع الزوجه ديالك وبدات الفتره الشتويه وانت كتضرب الزوجه ديالك كتعنفها وتبت عليك جريمه التعنيف صديقي، غادي يخرجوك من الدار وخا يكون ناقص 20. هذه بالنسبه للتغيير الاول الاخوان في شهر نوفمبر. بالنسبه للتغيير الثاني اللي حتى هو كيمتد ما بين 1 نوفمبر حتى ل 31 مارس، اللي هو تغيير العجلات ديال السياره. كاين واحد المجموعه ديال المناطق هنا في فرنسا، تقريبا العدد ديالهم هو واحد 34 منطقه، كيكونوا فيهم تساقطات ديال الثلوج كثيره بزاف الاخوان. الناس اللي ساكنين في هذه المناطق هادو ضروري انهم خصهم يبدلوا العجلات ديال السيارات ديالهم من العجلات العاديه للعجلات الشتويه الاخوان. وفي حاله يعني ما بدلوهمش كتكون غرامه، حيت التغيير ديال العجلات في هذه المناطق هادو هو تغيير اجباري الاخوان، كيمتد ما بين 1 نوفمبر حتى ل 31 مارس بدا كيبدا يسخن الحال. هذا التغيير الثاني. بالنسبه للتغيير الثالث الاخوان هو ارتفاع في فاتوره الغاز. فبالنسبه للغاز الاخوان غترتفع الفاتوره ديالو تقريبا واحد 4% غادي تزاد في القيمه ديالها بالنسبه للناس اللي كيستعملوا سواء الطياب سواء الدوش سواء اللي بجوج سواء التسخين ديال الدار. المهم هذا الشيء كامل غادي تزادوا فيهم واحد النسبه الاخوان. بطبيعه الحال هي قل من الزياده اللي تزادت في شهر اكتوبر. اخيرا يا اخوان وليس اخيرا، هو بالنسبه للمتقاعدين فهو خبر صار لهم في شهر نوفمبر غادي تكون واحد الزياده في الرواتب ديالهم، رواتب ديال التقاعد. هادو تقريبا الاخوان هما اهم التغييرات اللي كاينه في شهر نوفمبر سنه 2023. ونتمنوا الاخوان انه تكونوا بخير، يعني ساكنين مرتاحين، حيت في هذه الوقيته هذه يكون واحد البرد الخوت كيبدا يتحرك السم. الناس اللي داخلين دابا لفرنسا يعني راه غادي يحسوا بهذه القضيه دي، خصوصا الناس الجداد كيحسوا بالدقه مزيان. دابا الاخوان غادي ندوزو للشق الثاني من الفيديو ديالنا الاخوان، اللي قلت لكم هو الحادثه اللي وقعت في باريس. في المترو ديال باريس مجموعه ديال الاشخاص اتصلوا بالشرطه الفرنسيه بانهم شافوا واحد المراه اللي دايره الزيف ولابسه عبايه وكتهدد دوك الماره بانها غادا تنفجر عليهم. بطبيعه الحال اتصلوا بالشرطه. الشرطه جات يعني باش انها توقف ديك السيده، لقاوها خاشه يديها يعني في العبايه ديالها. كيطلبوا منها انها ما تسجل اليد ديالها. كنعاود لكم الاخوان على حسب يعني التصريحات ديال الشرطه والصحف. ما بغاش تخرج يديها وكت يعني كتهددهم بانها غادا تنفجر عليهم وكتقول الله اكبر وهذه وهذه. المهم هما يتيروا فيها واحد المجموعه ديال الرصاصات. بالنسبه للسيده دابا راه هي في السبيطار بين الحياه والموت. ماشي هي هذه الواقعه الاولى ديالها، فلقاو بانها ديجا يعني سبات وهدات مجموعه ديال يعني الناس اللي خدامين في الجيش، يعني كانوا دايزين حدا وهداتهم. سبق انها يعني هدات عاوتاني الشرطه بواحد السلاح اللي هو واحد الطورنوفيس. وبالنسبه يعني الاخبار كتقول بان هذه السيده يعني هي في وضعيه يعني عقليه غير سليمه، بانها غير متوازنه عقليا.
وراه باقى الاخوان في السبيطار في انتظار انه تشوفوا الامور فين غادي دير. المهم الواحد يحضر راسو الاخوان في هذه الفتره هذه هنا في فرنسا، فهي واحد الفتره حساسه، خصوصا اننا يعني ما يعني الاحتفالات قربوا ديالهم. زائد القانون الهجره اللي غادي يبدا المناقشه ديالو نهار 6 في هذا الشهر هذا. فالوحيطه الحضر الاخوان كيقول لك طاحت السمعه نعلقوا الحجام. الناس اللي عارفين هذا المثل هذا غادي يفهموني. يعني احضروا راسكم الاخوان. وباش غادي نختموا الفيديو ديالنا بواحد القصه طريفه الاخوان، اللي ديال واحد الشخص لقاوه والد 17 دري هنا في فرنسا، وهذوك 17 دري في فرنسا حتى واحد ما ولدو. كيفاش الاخوان؟ هذا الشخص هذا كان كيجيو عنده نساء يعني في وضعيه غير قانونيه. وكما كيعرف الجميع فهنا في فرنسا كاين واحد الطريقه باش ان الانسان يسوي الوضعيه ديالو، هي عن طريق الابن الفرنسي. مثلا الشخص تعرف له واحد الفرنسيه، واخا ما مزوجينش وقعات بيناتهم واحد العلاقه انت على واحد المولود، واعترف بهذاك المولود يعني وجاب مجموعه ديال الاثباتات، ممكن انه يحصل على الاقامه عن طريق الابن ديالو او الابنه ديالو. والعكس صحيح بالنسبه للمراه حتى هي. فهذا كان يجوا عنده واحد النساء كيقول لي بانه يعترف، يقول لهم بان داك الولد اللي غيتزاد راه الولد ديالو. ودار هذا الامر هذا داروا مع 17 واحد. مؤخرا دار بغى يعترف بجوج ديال الاطفال، والناس اللي خدامين في المصلحه ديال لاميري شكوا في داك الامر هذا. يعني بات لهم القضيه ماشي حتى ليهم، ما اتصلوا بالشرطه حكاو لهم القصه وقال لهم حاولوا انكم تبحثوا في هذا الموضوع هذا. ففاش بحثوا لقاو كما قلت لكم 17 ولد عنده هنايا في فرنسا. هاد 17 ولد كاملين عندهم الجنسيه الفرنسيه، حيت هو بطبيعه الحال فرنسي وخونا من افريقيا اللعينه. واش نقول لكم الاخوان؟ هي هذيك الخوت القاضي حكم باش انه يدير لا دي ان لدوك الولاد، وحتى واحد ما طلع الولد ديالو. لقاو بانه في فاش كيديكلاري باي طفل فكياخذ على 500 اورو على الراس. يعني 17 ولد يضربوها في 500 اورو راه تعطيكم المبلغ اللي تحصل عليه، يعني مبلغ تافه اللي غادي يضيع به الحياه ديالو. المهم باش كتشوف شي وحدين يعني باش انه ياخذ اوراق يدير شي حوايج كيولي يعني الخيال العلمي. ما عرفتش واش سمعتوا هذه القصه الاخوان ولا لا. المهم هي عندكم، ممكن تدخلوا وتقلبوا عليها وتشوفوا يعني قصه للعبره. حسنا الاخوان غادي يكون سني الفيديو ديالنا، وغادي لكم تهلاو لي في راسكم. ميعادنا فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم.